الفصل الأول الشخصية ده منه سؤال واحد، غالبا كده هيجي من الشخصيات اللي هي الايه؟ الانطوائية، الهستيرية، السيكوباتية، الدونية، المبدعة. كل دي الخمس شخصيات غالبا ان شاء الله هو سؤال على الشخصية، لأن أغلب أسئلة الامتحانات اللي جات كلها من الشخصيات. مفيش بس يمكن سؤال في امتحان تجريبي تقريبا هو اللي جه على نظرية من النظريات. تمام. طيب خلي بالك بقى ان اكتر شخصيات اتكررت هي الشخصيه الهستيريه والسيكوباتيه. دول اكتر شخصيات اتكررت تقريبا، كانوا اتكرروا كلهم على بعضهم 5 مرات تقريبا يعني. خلاص. طيب الشخصيات دي عباره عن ايه؟ تعالى بقى نتكلم عن فصل الشخصيه كده في عجاله سريعه، او عامه هو الفصل ده بيتكلم عن الشخصيه. في اول جزئيه بيقول لك ايه هي مفاهيم الشخصيه. في مفاهيم الشخصيه: مفهوم الشخصيه كمثير، مفهوم الشخصيه كاستجابه، مفهوم الشخصيه كتنظيم. المفهوم الاول بيقول لك المثير هنا شخصيه الفرد، هو ازاي بيجذب الناس وازاي بيأثر في الناس من خلال شكله، من خلال مظاهره وخصائصه الشكليه يعني. وده طبعا تعريف مش سليم. المفهوم التاني هو الشخصيه كاستجابه. بيقول لك بقى ان شخصيه الفرد هو ازاي بيتكيف وازاي يتوافق مع المسؤوليات اللي حواليه. تمام، يبقى هنا كده برضه مش سليم 100%. طيب التعريف الثالث ويعتبر ده أدق تعريف، بيقول الشخصية عبارة عن تنظيم دينامي. يعني تنظيم، يعني الشخصية مش مجرد لا هو بيتأثر ولا هو بيأثر، هو حاجات كتيرة جدا. هو مكونات انفعالية ومكونات وراثية، في صفات ورثها، في حاجات بيكتسبها، في حاجات اتعلمها. كل ديت بتبقى زي ما يكون كده حاجات على بعضها بتنضرب في خلاط جواه كده، وبتطلع الشخصية اللي بتبدأ ان هو يتعامل مع الناس على أساسها. تمام. هي دي كده اسمها ايه؟ الشخصية عبارة عن ايه؟ تنظيم. هو مجرد تنظيم دينامي. يعني ايه تنظيم دينامي؟ يعني متفاعل متغير مش ثابت يعني. تمام. ده كده بالنسبة للمفاهيم. اما الجزء الثالث وهي النظريات. النظريات ديت هما 4 نظريات. في نظرية قديمة مش في علم النفس، ولكن نظرية قديمة يعني في تاريخ العلم نفسه، اسمها نظرية الأنماط، ودي العالم يوناني اسمه هيبوقراط. العالم قال إن في 4 أنماط للشخصيات: النمط الصفراوي، النمط السوداوي، النمط الدموي، النمط البلغمي، وده هنشوفهم دلوقتي. طيب وفي بقى النظرية التحليل النفسي، وفي نظرية السلوكية، وفي النظرية الإنسانية. تعالوا بقى كده هنشوف ال4 نظريات. نظرية الأنماط عند هيبوقراط بيقول في 4 أنماط. خلاص. وهنا كده النظرية ديت من خلال الجوانب الفسيولوجية اللي هي زي مثلا حجم الجمجمة، حجم الرأس، حجم الصدر، مش عارف الطول، العرض، الوزن. يبقى ده كده شخص مش عارف منبسط، شخص منطوي، شخص متشائم. فأصمم من 4 أنماط. نمط سوداوي ده شخص متشائم، شخص يعني اللي هو دايما واخد الدنيا كلها سواد في سواد، بائس من حياته. شخص صفراوي وده شخص جاد عنيد بتاع شغل، مش بيهزر كتير، وهو شخص بتاع شغل بس. جاد بتاع انضباط ملتزم كده، جاد جدا. شخص دموي ده شخص بيحب ان هو يفرح ويتنطط ويحب ان هو كده ايه، يمرح ويهزر ويعيش الحياة يعني. الشخص البلغمي ده شخص بارد كسول، شخص يعني لا يبالي بالامور يعني. تمام. ده كده ال4 انماط. النظريه التانية هي نظريه التحليل النفسي. دي اول نظريه في علم النفس لعالم نفس اسمه فرويد. هنا بيقول فرويد ان في حاجات غرائز بدائيه وغرائز داخليه، هي ديت اللي بتشكل شخصيه الفرد. الغرائز والذكريات الطفوله المبكره، يعني الذكريات اللي عاشها الفرد في طفولته. تمام. الخبرات اللي اتعرض لها من طفولته، دي كده بتشكل جواه كده زي ما يكون كده حاجات لا شعورية جواه كده مستخبية في عقله الباطن اللاواعي، هي دي اللي بتشكل شخصيته. تمام. ده لما احنا كده بنهزر كده، لما نيجي نقول مثلا هو الجدع ده مثلا قفيل كده ليه، هو مثلا حد مثلا كان بيضربه وهو صغير مثلا كده تقريبا يعني. احنا بنهزر، بس هي ديت كده مثال بسيط لتوضيح النظرية بتاعة التحليل النفسي. تمام. هي اسمها تحليل نفسي، يعني كل ما يحدث داخل الباطن، عقل الباطن واللاواعي، هو ده اللي بيأثر وبيشكل شخصية الفرد. هنا بيتكلم عن الطاقة النفسية، وبيتكلم عن اللا شعور، وبيتكلم عن الخبرات والإحباطات، هي دي اللي بتشكل شخصية الفرد وبتحدد طريقته وتعامله مع الناس. بس المحدثين او علماء النفس المحدثين في هذه المدرسة زي مين؟ زي كارين هورني، هارستاك سوليفان و آه كارين هورني وهارستاك سوليفان. دول قالوا ان ان مش كل حاجه التحليل النفسي لا،
كل حاجة في العقل الباطن هي دي اللي بتحدد شخصية الفرد. لا، في حاجة كمان زي المتغيرات الاجتماعية، العوامل الاجتماعية والمسيرات الاجتماعية، زي الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق، دي برضه بتأثر فين في شخصية الفرد. المدرسة التانية وهي المدرسة السلوكية، ودي بتاعت واحد اسمه واتسون، جون واتسون. قالك إن مفيش حاجة بتأثر في شخصية الفرد، لا وراثة ولا أي حاجة، إن شخصية الفرد كلها مكتسبة. الفرد بيتعلم كل حاجة بيقابلها وبيكتسبها وبيحطها في شخصيته، كل حاجة مكتسبة. وهنا قال عبارته المشهورة، قالك ادينا 10 أطفال هطلع لك منهم المجرم والحرامي والطبيب والدكتور. خلاص. هو مفيش حاجة اسمها وراثة بتأثر في أي حاجة. بس برضو الناس المحدثين أو المجددين في هذه المدرسة سكينر وميلر ودولارد قالوا لا، الوراثة لها تأثير. النظرية الثالثة وهي النظرية الإنسانية، ودي القوة الثالثة في علم النفس، والنظرية دي بتقول لا، النظرية دي بتقول إن في حاجات بتأثر في شخصية الفرد. طبعا هي بتتكلم في جانب تاني، بتتكلم عن الجانب الإنساني، الإبداع وتكوين وإثبات الذات وتحقيق الذات، الإنجازات. الإنسان يعني نقدر نحكم عليه من خلال إنجازاته، وإزاي بيحقق نفسه، وإزاي بيثبت ذاته، وعمل إيه في حياته. خلاص. والإبداع وإيه الحاجات الجديدة اللي عملها في حياته، كل ده بتاعت واحد اسمه إبراهيم ماسلو. طيب كده احنا كده يعتبر لخصنا النظريات. تعالوا بقى نشوف الشخصيات. أنواع الشخصيات. الانطوائية، ده شخص انطوائي مش بيحب يكلم حد، متركز حول نفسه، بيحتاج لبعض الوقت لإعادة شحن طاقته، بيفضل الكتابة عن الكلام، ما بيحبش الرحلات، ما بيحبش الحفلات، ما بيحبش الأنشطة الجماعية، مثال المثاليات، ما بيهتمش بالماديات، منعزل عن الآخرين، بيحب الهدوء والعمل الفردي، حساس وسريع الانفعال. الشخص الهستيري، الشخص اللي هو بنسميه نفسه يعني، يتسم بالأنانية، حب الذات، يحب يظهر نفسه، بيحب جدا، بيضع مصلحته فوق كل اعتبار، متقلب المزاج، بيمدح في الصباح ما يذمه في المساء، يعني شخص كده ايه ما تفهملهوش، شديد المبالغة، مبالغ اوفر، بيهول اي حاجة بيقدر ان هو يأفور فيها قوي، يحب يستحوذ على الاخرين، لفت الانظار، كذاب، متلون، منافق، بيحب ان هو يستدرج العواطف، بيحب يخدع الناس، آه ان هو يعني بيحب ان هو بتاع شو دعاية شوية. خلاص. بيحب ان هو يتكل على الاخرين، بس هو بيحب يقول لنا وانا عملت. الشخصية السيكوباتية ده شخصية ضد المجتمع، اللي هو خارج عن القانون، بنسميه الشخص شخص ايه، شخص عدواني، عنيف، مؤذي، بيحمل كراهية للآخرين، حقود، حاسد للغير، ما عندوش مشاعر، لا يعاني من الشعور بالذنب، الضمير، يعني لو أذى حد يقدر ان هو يقعد يضحك عليه وبيأذيه. شخص ايه كده، ايه، شخص مجنون، مهبول، مريض نفسي، اللي احنا بنسميه مريض نفسي، خارج عن السيطرة، لا يتصرف بإرادة واعية، لا يستطيع التحكم في الأمور. الشخص الدوني اللي هو شخص يحس ان هو مهمش في الحياة، بيحب يخدم غيره، خلاص، في الأعمال الرخيصة على حساب شرفهم عادي، على حساب كرامته عادي، بيخضع ويستسلم للآخرين، بيرضى بأي مرتبة هامشية في الحياة، بيتعامل مع الغير، حد اداله مثلا، يعني حد مثلا عمل أي حاجة لحساب كرامته أو شتمه أو هزقه، ده عادي بالنسبة له، بيرضى بالوضع المتدني، بيتقبل الأدوار الهامشية، بيقبل الإهانة، ما بيدافعش عن نفسه، بيفرط في حقوق المشروع بحجة إن هو متسامح، عاجز عن تربية الأولاد، وعاجز عن اتخاذ أي قرار، ما يقدرش يعمل حاجة، وقراره دايما في ايد غيره مش في ايده. ده الشخصية الايه الدونية. الشخصية المبدعة، ده شخص استخدامات او يقدم استخدامات متنوعة وغير معتادة، تتسم بالحداثة والجدة والطفرة، شخص مبدع، دايما اعماله كلها جديدة، اعماله كلها حديثة، متفردة، متميزة، اصيلة، عنده افكار متميزه، خلاقه، فريده، اصيله، كل الحاجات دي كلها بتدل على شخصيه مبدعه، بيفكر خارج الصندوق، بيتميز بالذكاء المتفق والعبقريه، عنده طريقة تفكير منهجية علمية في التفكير. طيب الشخص الطبيعي بقى والشخص العادي، ده شخص متصالح مع نفسه مع الآخرين، شخص دايما ثاقب التفكير، متأقلم مع بيئته، شخص ان هو بيوجه قدراته بصورة متزنة، رزين، بيمسك نفسه عند الغضب، بيعرف يسيطر في انفعالاته، ما عندوش اضطرابات نفسية ولا عقلية، عنده ثقة بنفسه، عنده قوة إرادة، عنده دايما أهداف يسعى لتحقيقها، بينتسب بالإنتاجية وحب العمل ويتحمل المسؤولية، كل ده شخص إيه طبيعي. تمام. طيب كده يعتبر احنا كده لخصنا الشخصية كلها، ودي النظريات الشخصية والمفاتيح بتاعتها زي ما احنا قلنا نظريات هيبوقراط. لو اتكلمنا عن ربط الشخصية بالجوانب الفسيولوجية، صنف الشخصية بناء على سوائل الجسم الأربعة، ده برضو أنماط. اعتمد على ملامح الوجه والفرد وسماته العضوية، ده برضو أنماط. طيب الشخص السوداوي ده بطيء التفكير، شخص قوي الانفعال، متشائم، لسه قايلين. الصفراوي عنيد، جاد، حد طباع. الدموي تفاؤل، حيوية ومرح ونشاط، محب للفكاهة، مندفع شوية، سريع تقلب. البلغمي بطيء الاستثارة ويغلب عليه الخمول والكسل.
امتى نختار التحليل النفسي؟ لو احنا اتكلمنا عن القوة الأولى في علم النفس، اتكلمنا عن الأعماق، اللاوعي، اللاشعور، الغرائز البدائية، القوة الداخلية، القوة الخفية، القوة المظلمة، المكبوتات، الأوهام، الأحلام، خلاص، الميكانيزمات الدفاع، الطاقة النفسية، فلاتات اللسان، الصراعات، الإحباطات، كل دي بتدل على التحليل النفسي. تمام. طيب، وطبعا كارين هورني وهارستاك سوليفان كل دول أكدوا على دور المتغيرات الاجتماعية والتفاعل مع الوالدين والتنشئة الاجتماعية. طيب، عندنا بعد كده بقى السلوكية واتسون. السلوكية واتسون عندي بعد كده بيتكلم القوة التانية في علم النفس. الإنسان بيولد صفحة بيضاء، ولكنه الشخصية عادات وخبرات مكتسبة، سلوك ظاهر ملاحظ مرئي اسمها سلوكية. التعلم بالملاحظة، التعلم بالتقليد. ما بتهتمش ما يدور بداخل الفرد، قالك لا كل حاجة مكتسبة. تمام. طيب، الاتجاه الحديث قلنا عند سكينر ودولار وميلر اكدوا لا ان الوراثه لها دور. اخر نظريه وهي النظريه الانسانيه ديت ابراهيم ماسلو، ودي اسمها القوى الثالثه في علم النفس. اتكلمنا عن الطبيعه الخيريه للانسان، الوعي والادراك، الانسان سلوكه، تحقيق المكانه، تحقيق الذات، اثبات الذات، السعي نحو الاهداف، الوجود الشخصي والاجتماعي. اتكلمنا عن جوده الحياه، اتكلمنا عن الابداع والالهام والابتكار، اتخاذ القرار بناء على المنطق. كل ده النظريه الايه؟ الانسانيه. تعالوا بقى نبص بصه على اسئله الامتحانات تبقى عامله ازاي، وان شاء الله هتبقى اسئله سهله وبسيطه. في المجتمع التي تسلك المواقف وتتخذ القرارات بناء على المنطق والموضوعية دون انفعالات، تكون العلاقة بينه وبين الآخرين ناضجة، وتقوم على التفاهم وتسعى نحو تحقيق الأهداف. طبعا ده يعتبر السؤال الوحيد في النظريات، أنهي نظرية بتتكلم عن تحقيق الأهداف والمنطق والموضوعية والكلام ده كله. تحقيق الأهداف هو النظرية الإنسانية. نخش على السؤال اللي بعده. يقول ألكسندر بوب: بعض الناس يمدحون في الصباح ما يلزمونه في المساء. نستخدم القول السابق يحدث سمات الشخصية الهستيرية، وهو تقلب المزاج، فرحانين الصبح زعلانين بالليل. طيب، التجريب التاني مصر 2021. هم يقفون ويراقبون ما يحدث لهم، يحتاجون لبعض الوقت لإعادة شحن طاقتهم، يقررون حاجاتهم الشخصية، يأخذون بعين الاعتبار أثر تصرفاتهم على الغير. كل ده طبعا شخصية انطوائية اللي بيحتاج لبعض الوقت لإعادة شحن الطاقة. دي شخصية ايه؟ انطوائية، لسه قايلينها في المفاتيح. طيب، الدور الأول من مصر 2021. شخص يبقى عاجز تماما عن التأقلم والتكيف مع الواقع المحيط به، تمام، وإقامة علاقات سوية لأنه يعيش في علمه الخاص واهتمامات كلها مركزة حول ذاته، وقد ينجح في مجالات عديدة طلب الهدوء والفراغ الذهني. ده طبعا شخصية ايه؟ انطوائية، اللي هو عايز يبقى مش عارف يتأقلم عن التكيف مع الواقع المحيط به، وهنا بيعيش في علمه الخاص، مركز حول ذاته، مش عايز حد يكلمه. الدور الأول من مصر 2021. يقول الدكتور أحمد عكاشة: وإنها شخصية تتسم بعدم الاهتمام بالالتزامات الاجتماعية، وافتقاد الشعور بالآخرين، وقدرة محدودة على تحمل الإحباط، وسهولة شديدة في تفريغ العدوان. الله، عندهم عدوان، يبقى ده إيه؟ شخصية سيكوباتية. يقول بعض علماء النفس أن هذا الشخص هو الشر على الأرض، خلاص، الشيطان في صورة إنسان. البلطجي ده يبقى مين؟ السيكوباتية على طول. شخص لا يهتم باحتياجاته الشخصية لأنه يعاني دائما من العجز ويشعر بالضيق وعدم الثقة بالنفس. ده طبعا شخصية دونية، اللي هو بيعاني من العجز، ما يقدرش يهتم باحتياجاته الشخصية. الدور الأول مصر. صاحب الشخصية الإبداعية له قدرة متميزة لمواجهة المواقف البيئي والفني وطريقة الإنتاج، أعماله أصيلة، أفكار متميزة وخلاقة في كل المجالات، وتكون تامة التكوين وترقى إلى التفرد والتميز. ايه هي ديت من الحاجات دي كلها من سمات الشخصية الإبداعية؟ يفكر مشكلات قضايا مشكلات شديدة، لا. يتسم بالذكاء المتفق والعبقرية، مفيش هنا حاجة بتدل على الذكاء المتفق والعبقرية. يلتزم بالمنهج العلمي والتفكير، طبعا هنا منتكلمش عن منهج علمي في التفكير. وهنا بيقول لك طبعا إنتاج أعماله أصيلة، أفكار متميزة، أفكاره خلاقة. كل ده يعني عنده حلول حديثة وجديدة. حاجة مبتكرة وجديدة ومتميزة، يعني حاجة حديثة وجديدة. السؤال اللي بعده بيقول: يرى بعض علماء النفس أن أصحاب هذه الشخصية يتميز بعدم الثبات العاطفي، متقلبة أهو، وسطحية في الانفعالات. طالما قلنا في عدم ثبات عاطفي وسطحية في الانفعالات، متقلب المزاج، يبقى ده شخصية إيه؟ هستيرية. السؤال اللي بعده الدور الثاني مصر 2022. يؤكد أحد علماء النفس أن ما يميز الشخصية الهستيرية تعدد المعارف والصداقات السريعة وحب الاختلاط، ولكنها تصف أنها أو إنما بالتغير وعدم الثبات، فضلا عن أن هذه العلاقات تظل هامشية. ديت بتمثل ايه من احدى صفات الشخصيه الهستيريه؟ التوكل على الاخرين، ولا ايحاء وتعصب الاخرين، والمبالغه والكذب، ولا انفعالاتهم المتفرقه والسطحيه. تمام. هو هنا بيقولك تعدد المعارف والصداقات السريعه وحب الاختلاط، ولكنها بتتغير وعدم الثبات. يعني هنا مش بيتوكل على الاخرين، لا. مش بيتاثر بالاخرين، لا. مش بيكذب، لا. هو انفعالاته طفوليه وسطحيه، عامل زي الطفل كده، اللي هو ممكن يصاحب ده وممكن يصاحب ده ويزعل من ده ويمشي مع ده، وده بعد كده يغير ده.
شخص ايه مش ثابت على الحال. السؤال اللي بعده بيقول يصفهم علماء النفس بأنهم يقومون بتضخيم أعمالهم، بيأفوروا يعني، تمام، وعطاءاتهم الكبيرة ومساعدات للحد الذي يصل بهم إلى خدمة الغير في مجالات الانحراف والابتذال، ويميلون إلى سحب وتعديل رأيهم خوفا من سخرية أو رفض الآخرين، بيخافوا من النقد الآخرين. يبقى ده شخصية إيه هستيرية، وطبعا يحب الإيه المدح، ويحب يجذب الأمر، يحب منظره ضمن الناس. يرى علماء نفسه أن صاحب الشخصية الهستيرية لديه ميل مرتفع نحو استجلاب الاهتمام والعمل الدؤوب، يكون محور الأفكار، فهو ينظر لكل أمور نظرة ذاتية. ده معناه إن هو بيحب ذاته، تمام. طيب ده كده فصل الشخصية، أعتقد إن هو سهل. وما تنساش تشترك في القناة لو أنت بتراجع وأنت بتشوف الفيديو. طيب تعالوا نخش على الفصل التاني. الفصل التاني ده اسمه ايه؟ الاتجاهات والقيم، وده منه سؤالين لأنه بينقسم من قسمين، قسم الاتجاهات وقسم القيم. قسم الاتجاهات عليه سؤال، قسم القيم عليها سؤال. طيب الاتجاهات فيها تفاصيل كتير وعناوين فرعية كتير. أهم جزئيات في الاتجاهات بيجي فيها أسئلة، أو إن شاء الله نركز عليها، هي الخصائص وعوامل تغيير الاتجاهات، العوامل اللي بتساعد تغيير الاتجاهات والعوامل اللي بتصعب من تغيير الاتجاهات. طيب القيم برضو فيها سؤال، غالبا يا إما في خصائص القيم أو سمات القيم، يا إما في دور التنشئة أو دور التنشئة في تشكيل النسق القيمي لدى الفرد، اللي هو الخصائص الفردية والوراثية ودور الأسرة. تعالوا بقى نشوف كده شرح الاتجاهات. أولا مكونات الاتجاه، عندنا 3 مكونات: معرفي، وجداني، سلوكي. المعرفي ممكن نقول المعرفي أو العقلي، خلاص، وده لو اتكلمنا عن الاعتقادات والحقائق والتصورات والأفكار والمعلومات وفهمك لحاجة أو تبريراتك لحاجة، كل ده مكون معرفي. وجداني وانفعالي ده بنتكلم عن ميل، إعجاب، رغبات، حب، كراهية، فرح، سرور، حزن، غضب، حالة مزاجية، حالة انفعالية. المكون الانفعالي ده أكثر مكون بيثبت الاتجاه. ليه؟ اللي هو مثلا واحد بيحب حاجة بسبب في ارتباط عاطفي كده، فتلاقيه حتى يخلق لها كل التبريرات بس عشان خاطر في ايه؟ في شحنة انفعالية، تمام؟ طيب السلوك النزوعي، المكون السلوكي او النزوعي، نقدر نقول مكون سلوكي، او نقدر نقول مكون فعلي، او نقدر نقول مكون نزوعي، او افعال وتصرفات. افعال، تصرفات تؤيد، تعارض، ترفض، تدافع، تقترب، تبتعد، كل دي بنتكلم عن المكون السلوكي. قيامك بفعل او بعدك عنه، خلاص. الوجهة أو التعبير الخارجي للاتجاه، كل طبعا مكون إيه؟ سلوكي. خصائص الاتجاهات وديت هامة جدا جدا، وقلنا متوقع يجي منها سؤال. إيه خصائص الاتجاهات؟ مكتسبة متعلمة وليست وراثية، يعني مش فطرية، مش بيولد الفرد بيها، خلاص. وتكتسب من ممارسات الشخص، تكتسب بالتعلم، بالاحتكاك، بالملاحظة، بالتقليد. ترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية. ما الاتجاهات عبارة عن إيه؟ إن هي مرتبطة بحاجات معينة اجتماعية، موضوعات، مثيرات، تمام. اتجاهك نحو فرقة، اتجاهك نحو أكلة، اتجاهك نحو حزب أو جماعة. طيب لا تتكون من فراغ، الاتجاه بيجيش من فراغ. يعني الاتجاه مثلا أنا بحب القهوة، ما بيجيش من فراغ. حب القهوة ده ما بيجيش من فراغ، امال بيجي إيه؟ علشان بيبقى فيه علاقة، بيجي على إطار مرجعي، خلاص. لازم يكون بين الفرد معلومات أو أفكار أو حقائق، في علاقة بين الفرد وموضوع الاتجاه ده. اتجاه الفرد نحو موضوع معين يتوقف على إطار مرجعي، لا يتكون من فراغ. تتعدد وتختلف حسب المثيرات، يعني مش كل الاتجاهات بتبقى مثلا أنا اتجاهاتي بحب كل حاجة، لا، بتختلف على حسب المثيرات، بتختلف. في حاجات بحبها وفي حاجات بكرهها. طيب فاتجاهك نحو التعليم غير اتجاهك نحو الكورة غير اتجاهك نحو السياسة. طيب الاتجاهات ناتجة عن الخبرة السابقة، يعني في ماضي وحاضر ومستقبل، يعني سابق وحالي ولاحق، أو أمس واليوم وغدا. الممارسات السابقة كل دي بتدل على إيه؟ ناتج عن الخبرة السابقة، لأنها بتشيل السلوك في الحاضر وتنبأ في السلوك في المستقبل وبتنتج عن الماضي. دي كده خصائص الاتجاهات. خلي بالك برضو من خصائص الاتجاهات إن هي بتشمل عنصر انفعالي وعنصر معرفي وعنصر سلوكي، اللي هي نفس المكونات موجودة برضو في الخصائص، فبتيجي على طول في الخصائص برضو. تعالوا نشوف العوامل اللي بتغير الاتجاهات. في عوامل بتخلي الاتجاهات صعبة تغييرها صعب، وفي عوامل بتخلي تغيير الاتجاهات سهل. العوامل اللي بتخلي تغيير الاتجاهات صعب: قوة الاتجاه القديم ورسوخه، اتجاه راسخ قوي متين، زي الاتجاهات الموروثة اجتماعيا صعب تغييرها، تمام. زي مثلا اتجاهات الناس حوالين حاجة معينة، خلاص. يعني مثلا صعب تغير اتجاه والدك او والدتك نحو المواسم مثلا، او والدتك نحو الموسم اللي توديه لاختك مثلا، صعب، ده اتجاه راسخ وموروث اجتماعي، صعب ان انت تغيره. الجمود الفكري وصلابة الرأي مرتبط بالمكون المعرفي: نظرة أحادية للأمر، شخص بيفكر ما بيستخدمش عقله، ما بيفكرش، قصدي ما بيستخدمش عقله. الغباء، الجهل، العناد، كل دي بتتكلم عن الجمود الفكري.
ما عندوش الا فكره واحده، شخص مضطرب فكريا، التطرف، كل ده بيتكلم عن الجمود الايه الفكري او صلابه الراي. التعصب الاعمى والانفعال الشديد، وده مرتبط بالمكون الوجداني، الاتجاه من المشاعر وانفعالات حب وكراهيه وغضب، كل ده بنتكلم عن انفعال شديد او تعصب اعمى. التغيير رغم اراده الفرد، هنا بنتكلم عن استخدام القوه والسلطه والقانون زي فرض راي على الاخرين والاكراه والاجبار، اللي هو انا بص بص يا ابني، ان انت لو ما قلتش للمدرس ده احسن مدرس، بص انا هسقطك في الامتحان من الاخر. تهديد الذات، الخوف من الجديد، يخشى التغيير، الخوف من المحاولة، يشعر بالخطر. يعني لما حد مثلا يقول لك لا انت المفروض تحب كذا وتكره كذا، بحس ان ده حاجة تهديد ذاتي. زي الخوف من الجديد، يخشى التغيير، الحد اللي بيخشى التغيير، اللي بيخاف من المحاولة، بيحس بالخطر. يعني مثلا آه لو قلنا طالب طيب ما تجرب مثلا تخش مثلا كلية كذا كذا وانت نفسك في كلية معينة، قال لك جرب تخش كليه كذا، ده حلو، ده احسن من اللي انت بتفكر فيه. فهتحس ان الكلام ده تهديد لذاتك، اللي هو لا انت ليه مش عايزني احقق ذاتي، انت ليه مش عايز احقق رغباتي كده يعني. فده بيخليك ان انت ايه، تثبت على اتجاه اكتر. الدوافع القويه، في رغبه شديده، في دوافع معينه، كل ما يخص الاحلام والطموح والعمل والرغبات، كل ده بيخلي الاتجاه تغييره صعب. انت عندك رغبه قويه مثلا انك انت تدخل اعلام او تتعلم لغه معينه، فدي حاجه دافع جواك، وبالتالي صعب ان انا اغير اتجاهك ناحيتها. الحالة الدفاعية، التبرير، الإسقاط والإزاحة، زي مثلا الطالب أو الولد أو الشاب أو يعني بيحب اللي هو يلعب بلاي ستيشن، فيبدأ إن هو يبرر ويقول لك لا ده البلاي ستيشن ده بينمي المخ، ده بيقوي الذكاء، ده حاجة فظيعة، ده حاجة جميلة. تمام. مثلا ده أنت اللي عايزني ما بنجحش، ده أنت اللي عايزني كذا، ده هما اللي جايبين الامتحان صعب. كل ده حقيقة الإيه؟ الدفاع بتحافظ على تغيير الاتجاه، قصدي بتحافظ على اتجاهه وتمنع تغييره. في بقى عوامل بتسهل من تغيير الاتجاه، ضعف الاتجاه وعدم الرسوخ، مرتبط بالوقت وقلة المعلومات الخاصة بالاتجاه. فالاتجاه ضعيف بيكون غير راسخ وليس له جذور داخل الفرد، لأنه بتكون منذ فترة قصيرة والمعلومات الخاصة بالاتجاه ناقصة وغير كافية. فأنت تزود الفرد معلومات كافية عن الموضوع الاتجاه يمكن يتغير الاتجاه، كان إن في اتجاه ضعف، وذلك بسبب إن المعلومات الجديدة أفضل من المعلومات القديمة. ضعف الاتجاه ده اللي هو مثلا يا عم أنا ما بحبش الكورة مش بتابعها، طب جربت إن أنت تتابع؟ طب شوف كده، جربت ان انت تشوف طيب كورة، ماتش كورة، طيب جربت تشوف مباراة مثلا يمكن تحبها. هنا اتجاه ايه ضعيف، سطحية وهامشية الاتجاه. هتعلق بموضوع الاتجاه نفسه، فالاتجاه يكون سطحي وهامشي عندما لا يمثل قيمة حقيقية للفرد، كالاتجاه يتكون في الجامعات الثانوية مثل النقابات والأحزاب يسهل ايه تغييرها. تمام. فهنا كده يعتبر ضعف الاتجاه، انا نفسي مش حابب الكورة أوي يعني. ده مش معناه ان انا ما عنديش معلومات او ان انا لا، انا عندي معلومات وعارف الكورة وعارف كل حاجة، بس يعني مش اللي هو. طيب اما هنا بقى سطحية وهامشية الاتجاه، فانا هنا كده الاتجاه المعلومات عندي سطحية وهامشية. خلاص. فانا مثلا انا ما بحبش الكوره، انا ما اعرفش الكوره ديت اصلا يعني ايه القوانين بتاعتها وايه الفرق ديت ويعني ايه دوري ويعني ايه بطوله، ومش فاهم. فديت اسمها سطحية وهامشية الاتجاه. طيب وجود خبرات مباشرة، التجارب اللي بنمر بيها مثلا هي ديت اللي بتقدر تخلينا نغير الاتجاه. زي مثلا انا ما كنتش مثلا بحب حاجة معينة، ولما جربتها بقيت بحبها. في خبرة مباشرة، متابعة حية واقعية، صلة وثيقة بالاتجاه الذي قد تؤدي لتغييره. خلاص. زي كده سكن الزوجات البيض في امريكا جنب الى جنب مع زوجات الزنجيات ادى لتغيير اتجاهنا. يعني الناس في امريكا ما كانوا شايفين ان مثلا إن الزنوج او الناس السود دول ناس شرانيين وحشين، ولما اتعاملوا معاهم مباشرة وسكنوا جنبهم لقوهم ان هم ناس كويسين، فتغيروا اتجاههم. في اتجاهات متوازية بقى في قوتها، وديت كده لسه هنشوفها، زي الصراعات اللي هو الصراع بين الأقدام والأقدام كده. قود أكثر من اتجاه في نفس الوقت، الاتنين أفضل من بعض، بنرجح أحدهما. زي أنت ناس إن عايزك تخش كليتين إعلام، قدامك الاتنين إعلام أو ألسن، فعادي أنت ممكن تخش ده وديت، فتفضل ده على ده. فهنا كده في اتجاهات متوازية في قوتها. طب وظائف الاتجاهات بتنعكس في سلوك الفرد وأقواله. تمام. هنا الاتجاه مفهوم افتراضي لا يلاحظ بشكل مباشر، بيظهر في الأفعال والتصرفات بالمشاركة، بالدفاع، المعارض والرفض. يظهر في الأقوال بكثرة الكلام عن هذا الاتجاه، بيظهر في الأقوال، بيظهر في الأفعال. طيب بيتيسر اتخاذ الفرد دون تردد، يعني بتخلي الفرد يحسم قرار. فلو انت عندك حيرة او شك او عندك انت اختيار، لا انت اتجاهك ايجابي او بتحب حاجة معينة هتختارها بسرعة. بتوجه استجابات الفرد توجه استجابات الافراد الفرد للاشخاص والاشياء، فبيجعل سلوك الافراد واستجاباته ثابتة في المواقف المختلفة. زي انه يرفض الغش، هو عنده اتجاه ان الغش ده وحش، خلاص، فرفضه الغش تحت اي مسمى تحت اي ظروف. ما نقولش بقى اصل ده مساعدة وبنناقش بعض، خلاص.
طيب مساعدة الفقراء دائما رغم ضيق الحال، يبقى دي اتجاهات ايه؟ ثابتة. تجعل سلوك الفرد متفق مع قيم الفرد أو قصدي قيم المجتمع. بترسم حدود الصلة بين الفرد والمجتمع، بتجعل سلوك الفرد متفق مع عادات وتقاليد المجتمع وقوانينه وثقافة المجتمع اللي بيعيش فيه، زي عدم الخروج عن الأعراف والتقاليد السائدة. الفرد بيفكر بطريقة محددة، خلاص، بيقدر إن هو يغلب العاطفة، يتعامل بنمط واحد أو إما أو مع أو ضد، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. كل ده طبعا بتخلي الفرد يشعر يفكر بطريقة محددة. أكرهك أكثر ذنوبك. بصلة المحب خروف والقرد في عينهم الغزال. كل ديت بتخلي الفرد يحس بطريقة ايه؟ محددة. تمام. طيب دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية في تشكيل القيم. خلي بالك خصائص القيم. تعال نخش الأول في دور الأسرة. الأسرة منذ مراحل الأولى في حياة الفرد بتلعب دور هام في تحديد معاني الأشياء، هي اللي بتقوله ده حلو ده وحش، ده باب ده شباك، ده خضار ده فاكهة. بتحدد الملائم من غير ملائم من أنماط السلوك، ده صح ده غلط ده وحش ده حلو ده عيب ده حلال ده حرام. وبتدعم سلوكيات زي الاستقلال والإنجاز والمنافسة. الاستقلال زي الاعتماد على النفس، ما حك جلدك مثل ظفرك. لو جالك المثل ده يبقى ده الاعتماد على النفس، الاستقلال. فتولي أنت جميع أمرك، يعني تولي أنت يعني استقلال عن النفس. طيب سماح الوالدين للطفل بتدبر شؤون من حياته، برضه دعم سلوك الاستقلال دون التدخل من أحد وتركه يأخذ قراراته بنفسه. الإنجاز زي قيام بالآباء بوضع أهداف عالية لأبنائهم، رفع معنوياتهم، تشجيعهم على التفوق، ده إنجاز. تشكيل القيم بيكون من خلال تفاعل الخصائص الفردية والوراثية مع الخبرات البيئية. تمام. يعني الطفل كده كده بيبقى عنده صفات وراثية من أبوه وأمه، وكده كده في خبرات بيكتسبها من أصدقاء والجامعة والمدرسة، فبيكتسب الخبرات مع تفاعل الصفات الوراثية. ده بيخلي عنده أسلوبه الفريد، تمام، وشخصيته الفريدة. وطالما عنده شخصيته الفريدة فبيبقى عنده الخصال الفريدة والصفات الفريدة أو الفروق الفردية. فكل فرد له إطاره القيم الخاص بيه، لأن كل فرد يبقى مختلف عن التاني في شخصيته، وبالتالي كل فرد يبقى له نسقه القيمي المختلف عن التاني. تمام. وبالتالي مثلا في فرد له اهتماماته الدينية أعلى من الاهتمامات الدنيوية، في واحد مثلا يبقى اهتماماته الدنيوية أعلى من اهتماماته الدينية، وهكذا. وده بيترتب على أساسه نمط فريد لوفائه تماما وكيف يتعاملوا مع الآخرين، زي تختلف ترتيب القيم الدينية والقيم الاقتصادية عند رجل الدين والتاجر. تمام. ده راجل اتربى في بيئة التجار وأبوه متاجرين، لا أنا عندي التجارة أهم حاجة. ده غير الطالب أو غير الشخص اللي اتربى في قيم دينية وأسرة دينية، فبيبقى عنده القيم الدينية أهم حاجة. تعالوا نشوف خصائص القيم. 3 خصائص: أكثر عمومية وشمولية وتجريدا من الاتجاهات، يعني أعم وأشمل من الاتجاهات، بمعنى أن القيم جوهر أو مركز لتجمع كثير من الاتجاهات. القيم أكثر تجريدا لأنها ليست محسوسة، لا تلاحظ لا ترى لا يستدل عليها أو يستدل عليها يعني. تمام. طيب وهنا كنا الكتاب ضرب مثال، قالك مثلا يعني أنت ممكن ما تحبش الإنجليزي كدراسة كمادة، بس كلغة لها قيمة في الحياة، لها قيمة في الشغل. هي دي الفكرة بتاعت الايه؟ أكثر عمولية وشمولية وتجريدا. خلاص. إن أنا بحب الإنجليزي أو بكرهه ده اتجاه، إنما نظرتي للإنجليزي أو اللغة كلغة لها قيمة في الحياة لا طبعا ما أقدرش أنكرها. فعشان كده بنقول القيم أشمل وأعم من الاتجاهات. ثابتة نسبيا، الحاجة لما تكون في نظري عارف قيمتها فدي بتبقى ثابتة، استحالة إنها تتغير أو صعب جدا إنها تتغير. عامل مستقر ومستمر، مستوى عقيدة الفرد بقيمه أعلى من مستوى عقيدته باتجاهاته. لا يوجد نسق قيمي ذو استمرارية كاملة. السلم القيمي ليس جامد لكنه مرن ويتغير ويتطور. جانب تفضيلي وأخلاقي، القيم دائما تمثل ما هو مرغوب فيه اجتماعيا: التعاون، الإيثار، الكرم، الوفاء، الإحسان، المساعدة. طيب وتقوم بدور المراقب الداخلي الذي يراقب أفعال الفرد وتصرفاته وتوجهه نحو الأفضل زي الصدق والأمانة والإخلاص. فلها ده جانب تفضيلي لأن الحاجات دي كلها مفضلة وبنحبها. تعالوا نشوف أسئلة الامتحانات ممكن تيجي إزاي في الاتجاهات والقيم. بيقول أحد علماء النفس أن يتغير الجماعة التي ينتسب إليها الفرد تتغير اتجاهاته مع مرور الوقت، خاصة إذا كانت الجماعة الجديدة ذات اتجاهات مختلفة ومتباينة عن الجماعة القديمة. بيعكس هذا القول إحدى عوامل تغيير الاتجاه: سطحية الاتجاه، ولا وجود خبرات مباشرة، ولا ضعف الاتجاه، ولا وجود اتجاهات متوازنة. بيقول لك بيتغير الجماعة التي ينتسب إليها الفرد تتغير اتجاهاته مع مرور الوقت إذا كانت الجماعة الجديدة ذات اتجاهات مختلفة ومتباينة عن الجماعة القديمة. مفيش هنا سطحية لأن هو مفيش هنا معلومات، يعني مفيش هنا مثلا قالك المعلومات بتاعتي مثلا كانت ضعيفة أو معلومات قليلة أو معلومات ناقصة فاتغير الاتجاه، لأ، هو بيتكلم انضم الجماعة فاتغيرت
انضم لجماعة تانية فتغيرت اتجاهاته. ده معنى ان الاتجاه عنده ضعيف فبيقدر يتغير بسهولة. كشفت نتائج بعض الدراسات ان بعض الزوجات البيض في امريكا اللاتي اضطررن الى السكن في مشروعات اسكانيه عامه جنب لجنب. هنا بقى طبعا في خبرات مباشره، ان الناس البيض بداوا يتعاملوا مع السود لقوهم ان هم مش زي ما بيسمعوا عنهم، وبالتالي بقى في خبرات مباشره. تقول سهام ابراهيم: كل ما يقع في المحيط البيئي للفرد يمكن ان يكون موضوع اتجاه من اتجاهاته. تمام. طيب كل حاجه بتقع في البيئه موضوع اتجاهاته، يعني اي حاجه موجوده في البيئه الشخص ممكن يحبها ويكرهها، يعني معناها ان الاتجاه بيرتبط بمواقف ومسارات اجتماعيه. الدور الاول مصر 2021. يؤكد احد العلماء ان اتجاه حاله من الاستعداد التأهب العصبي والنفسي تنتظم من خلال ممارسات الشخص. يبقى ممارسات الشخص يعني تجن للخبره. كلمه ممارسه موازيه لكلمه خبره، يبقى نتيجه عن ممارسات الشخص يبقى نتيجه عن الخبره السابقه. العمال الذين لديهم اتجاهات سالبة نحو إدخال الآلات الحديثة يمكن تتغير اتجاهاتهم عن طريق تزويدهم بمعلومات كافية عن هذه الآلات. هنا بقى مستر هنختار السطحية والهامشية. نختار السطحية والهامشية لو جاب السطحية مع الضعف، يبقى احنا ممكن نفضل السطحية على الضعف. إنما هنا ما جابش السطحية ولا الهامشية، هو جاب الضعف بس. طب قالك الجمود الفكري دي أصلا بتصعب تغيير الاتجاه، قوة الاتجاه دي أصلا، كل العوامل التلاتة دول بيصعبوا تغيير الاتجاه، إنما ده الوحيد اللي بيساعد على تغيير الاتجاه وضعف الاتجاه وعدم رسوخ. جابها واضحة وسهلة وسلسة وما فيهاش أي نوع من أنواع التردد. الدور التاني مصر، خلي بالك احنا بنتكلم في الامتحان بتاع آخر السنة. الدور التاني مصر: الطالب الذي يملك اتجاها تقابليا نحو مادة دراسية يستجيب بطريقة معينة تتبنى اتجاهه، هذا كان يصرف المزيد من وقت دراسته أو الرجوع لبعض المصادر الأخرى غير الكتاب المدرسي. تشير العبارة السابقة لأحد خصائص الاتجاهات، وهي الاتجاه تتضمن عنصرا بالظبط. تمام. هو عنده مقابل مادة دراسية فبيستجيب بطريقة معينة، خلاص، كان يصرف المزيد من الوقت لدراستها، يبقى ده سلوك. السؤال اللي بعده: قال جيمس جوردن: الأمر ليس أن بعض الناس يملكون الإرادة وغيرهم لا يملكونها، بل أن البعض مستعدون أو غير مستعدون. الكلام ده بيدل على العوامل اللي بتجعل من تغيير اتجاه أمر صعب، وهو سطحية الاتجاه. بصوا، سطحية الاتجاه، ضعف الاتجاه، دي كلها عوامل بتغير الاتجاه. مفيش غير عندي اتنين: الجمود الفكري وقوة الاتجاه. هو بيقول لك الأمر ليس أن بعض الناس يملكون الإرادة وغيرهم لا يملكونها، بل أن البعض مستعدون والآخرون غير مستعدون. تمام. طيب فهنا بنتكلم عن هنا بنتكلم على قوة الاتجاه مش الجمود الفكري، لا دي ما فيهاش جمود فكري، يعني معلش دي برضو غلطة مطبعية. هنا بنتكلم عن قوة الاتجاه، هنا مش بنتكلم عن الجمود الفكري، لأن هنا بيقول إن البعض مستعدون وآخر غير مستعدون، وبيتكلم عن الإرادة، فهنا بنتكلم عن قوة الاتجاه قوي بسبب قوة الإرادة. فإحنا معلش إحنا مش هي دي الإجابة، هي بس غلطة بس معينة. الدور الأول مصر 2022. بيقول لي هنا: أثبتت الدراسات النفسية أن السيدة ذات البشرة البيضاء في أمريكا التي عاشت في مشروع إسكان خاص بالبيت ولم تشترك في مشروع الإسكان المشترك مع الملونين ظل اتجاهها نحو الملونين كما هو لم يتغير، وعلى تغييرها: ولا أحب الملونين، لا أريد أن أسكن بجوارهم، اتركوهم يعيشون حياتهم واتركونا أن نعيش حياتنا. تعكس الدراسات النفسية السابقة أحد عوامل تغيير اتجاه أمر صعب. طبعا ده بنتكلم هو ده يعتبر تعصب أعمى. ده تعصب أعمى. السيدة ذات البشرة البيضاء في أمريكا التي عاشت في مشروع إسكان خاص بالبيت ولم تشترك في المشروع ده تعصب أعمى، يعني دي ست مش شايفة قدامها، خلاص، فده اسمه تعصب أعمى يعني لأنها داخلة في حتة العنصرية، عشان كده بنسميه تعصب أعمى. طبعا هي مش مجاوبة، بس أنا بقول لكم الإجابة تعصب الأعمى. الدور الأول مصر 2022. يؤكد أحد المتخصصين أنها عبارة عن جملة المعلومات والمعارف والحقائق المتوفرة لدى الفرد. طبعا المعلومات والمعارف يبقى ديت عنصر عقلي. الدور الثاني مصر 2022. حينما يسلك المعلم سلوكا إيجابيا إزاء استخدام المنصات التعليمية في التدريس، ما يؤدي في النهاية إلى وصول درجة معينة من الرغبة نحو المهنة والرفض لها. طبعا الميل والرفض كل ده عنصر سلوكي وهو واضح خالص. السؤال اللي بعده: أثبتت إحدى الدراسات النفسية الاجتماعية أن الطبقة العاملة في المجتمع الكندي ينظرون إلى المهاجرين على أنهم منافسون دائمون لهم، ومن ثم يصعب التواصل معهم. تمثل دراسة سابقة أحد عوامل تغيير اتجاه أمر صعب، وهو لا ده مش تعصب، خلاص، ده تهديد للذات.
هما كده فاكرين ان هما منافسين ليهم ومش هيقدروا، يعني بيهددوا وجودهم. منافسين ليهم يعني بيهددوا وجودهم، يعني تهديد لايه؟ للذات. طيب تجريب مصر 2021 بيقول يرى بارسونز أنه لا يوجد نسق قيمي ذو استمرارية كاملة في نمطه بحيث يمكن أن يتأسس على شكله نسق كامل في مجتمع بعينه. يجسد براي بارسونز إحدى خصائص القيم، وهي إيه؟ لا يوجد نسق قيمي ذو استمرارية كاملة. إن هو ثابت شكل مطلق؟ لا، هو ثابت نسبي. خلي بالك ممكن يقول لك تفضيلي ولا ثابت مطلقا ولا ثابت نسبي؟ لا، هي ثابتة إيه؟ نسبيا. السؤال اللي بعده يقول الشافعي رضي الله عنه: أنت رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. يجسد القول السابق إحدى خصائص القيم، وهي إنها إيه؟ السماحة والوفاء والأمانة. إحنا بنتكلم عن إنها تفضيلية أخلاقية، ذات جانب تفضيلي أخلاقي. تمام. ثبات مطلق لا، قابلية للتنبؤ لا، مفيش حاجة بتدل على التنبؤ تولد مع الفرد لا، طبعا القيم بتكتسب. السؤال اللي بعده يقول المستشار عبد الرازق السنهوري: كلما تقدمت بي السن رأيتني أحوج إلى الأخلاق مني إلى العلم والذكاء. يشير قول السنهوري السابق إلى أحد العوامل اللي تؤثر في القيم، وهي إيه؟ وضع اجتماعي، مفيش حاجة هنا بتدل على وضع المكان الاجتماعي. وضع سياسي، مفيش حاجة بتدل على وضع سياسي. خبرات تعليمية، برضو مفيش حاجة هنا بتدل على خبرات تعليمية. هنا بنتكلم عن خلفية ثقافية. الراجل من فكره وثقافته أدرك إن أنا محتاج للأخلاق أكتر من إن أنا محتاج للعلم والذكاء، فدي كده اسمها إيه؟ الخلفية الثقافية. تمام. دي الخلفية الثقافية. الثقافة هي أو ثقافة المجتمع أو الخلفية الثقافية هي اللي بتخليه يشوف النظرة دي. تجريبي السنة مصر 2021 أكد دراسات علم النفس أن الآباء يقومون بوضع أهداف عالية لأبنائهم. طبعا أهداف عالية يعني بنتكلم عن دافع الإنجاز. تمام. والمنزلية وتشجيعهم على بلوغها وتجاوز الصعوبات، كل ده علشان خاطر ننمي دافع الإنجاز. السؤال اللي بعد كده يقول إبراهيم ناصر: رغم أن الفرد يكتسب في مسيرة حياته سلوك الأفراد الذين يتصل بهم ويتعامل معهم، إلا أنه لا يعني ذلك تطابقه تماما معهم، وإنما يخضع لطبيعة شخصيته من استعدادات وقدرات وذكاء التي ولد مزودا بها. نستخلص من القول السابق إحدى خصال التنشئة الاجتماعية تلعب دورا في تشكيل النسق القيمي. تمام. بقول إن الفرد بيكتسب في مسيرة حياته سلوك الأفراد اللي بيتعامل معهم، إلا أنه لا يعني ذلك تطابقه تماما معهم، وإنما يخضع لطبيعة شخصيته من استعدادات وقدرات وذكاء التي ولد مزود بها، يعني وراثية وطبعا والعقلية. خلاص. طيب طبيعة الصفات الوراثية والإيه والعقلية هي اللي بتشكل أسلوبه الفريد. طيب الدور الأول مصر 2021: القيم أكثر أهمية في حياة الفرد والمجتمع، لذلك فإن مستوى عقيدة الفرد بقيمه أعلى من مستوى عقيدته باتجاهاته. تمام. يبقى احنا بنتكلم إيه؟ إن القيم أكثر ثباتا من الاتجاه، إن مستوى عقيدته بالقيم أعلى من مستوى عقيدته بالاتجاه، يعني القيم أكثر ثباتا من الاتجاهات. السؤال اللي بعده وهي أشارت نتائج بعض الدراسات. هنا بنقول إشارة بعض الدراسات أن القيم الأخلاقية الاجتماعية كما تتجسد في السلوك الإثاري والتعاوني والإحسان. طبعا إثارة وتعاون كل ده بينطوي على جانب إيه؟ تفضيلي أخلاقي. طيب السؤال اللي بعد كده يقول للمثل الشعبي: أما حك جلدك مثل ظفرك فأتولى أنت جميع أمرك. ده طبعا بنتكلم عن الاستقلال السائلين. طيب السؤال اللي بعده: يذهب شنيدر إلى أن القيمة دافع عقلي تحول إلى عامل عقلي مستقر ومستمر أكثر من السلوك. طبعا هنا بنتكلم إن هي أكثر ثباتا من الاتجاه. الدور الأول مصر 2022 يقول أسعد شريف إن الأفراد يختلفون في قدراتهم على التعلم وحل المشكلات واكتساب اللغات والعادات السلوكية والمعرفية، كما يختلفون في طريقة استجابة المواقف مثل الخوف والسلوك العدواني ونشاطهم. استخلص من العبارة السابقة أحد أدوار التنشئة الاجتماعية في تشكيل القيم لدى الفرد. تمام. هنا بنتكلم عن إيه؟ عن الخصال الفردية. تمام. طيب طالما احنا بنتكلم عن اختلاف الأفراد فبنقول إن الخصال الفردية هي اللي بتخلي الأفراد مختلفين عن بعضهم البعض. تمام. مش الوراثة ولا الأسرة، لا الأسرة بتحدد معانا دلالة الأشياء. النسق القيمي لا، طبعا احنا عندنا عاملين اتنين يعتبر الوراثة والخصال ايه؟ الفردية. الخصال الفردية. طيب السؤال اللي بعده: شهر رمضان قد تكون قيمة دينية للتعبير عن الجانب الروحي لدى البعض، بينما يراها البعض الآخر قيمة اقتصادية كبيرة تتمثل في رواج حركة البيع والشراء لمختلف السلع. تعكس الفقرة السابقة سمة من سمات القيم،
وانها ايه. طيب هنا بيقول لي تنطوي على جانب تفضيلي واخلاقي؟ لا. اكثر ومية تجريدا من الاتجاه؟ لا. ثابتة مطلقة؟ الاتجاهات عمرها ما تكون ثابتة، القيم عمرها ما تكون ثابتة مطلقة، نسبية ومتغيرة لأنها ثابتة بشكل نسبي. طيب ليه؟ ما هو بيقول لي شهر رمضان قد يكون القيمة الدينية تعبير عن الجانب الروحي لدى البعض، بينما يراه البعض الآخر قيمة اقتصادية. تمام، يعني تختلف من فرد لآخر. بعد كده يبقى احنا عندنا القيم ايه؟ نسبية مش ثابتة. تمام. الدور التاني يقول أحمد طاهر مسعود إن النسق القيمي يوجه سلوك الفرد نحو غايات وأهداف محددة، فمن كان يحب المال كقيمة يسعى جاهدا لاقتنازه، ومن كان يحب العلم كقيمة سيبذل قصارى جهده لتحصيله والارتقاء به. القول ده بيشكل إحدى خصال الطفل تلعب دورا في تشكيل نسقه، الجسمية ولا البيئية ولا الانفعالية ولا الفردية. طبعا هي الخصال الفردية. عامة في الجزئية بتاع تشكيل نسق القيمة ديت، لو لقيت الخصال الفردية الصفات الوراثية والعقلية هي دي اللي هتختارها على طول ان شاء الله وانت مغمض من غير ما تقرا العباره. يعني الصفات الوراثيه والعقليه، الخصال الفرديه، هي ديت اللي بتخلي الفرد يختلف من فرد الاخر في تشكيل نسق القيم يعني. تمام. فانت لو لقيت في المطلوب اللي هو الاسود ده احدى خصال الطفل او احدى العوامل التي تلعب دورا في تشكيل النسق القيمي، العوامل اللي بتلعب في دورا في تشكيل النسق القيمي، يبقى عندك 2 أو 3. الأسرة واضحة إنها بتحدد معاني ودلالات الأشياء والإنجاز والاستقلال. بعد كده بقى عندك بقى الأفراد بيختلفون مش بيختلفوا والكلام ده كله، يبقى عندك يا إما خصال فردية يا إما الصفات الوراثية والعقلية. تمام. طيب عندك بعد كده تجريبي 2023 بنتكلم عن يحتوي الاتجاه على مكون شعوري عام يؤثر في استجابة الفرد نحو قبول الاتجاه أو رفضه، وقد يكون هذا الشعور غير منطقي. بيقول لك مكون شعوري، يبقى مكون شعوري ده إيه؟ عاطفته ليه؟ ما في قبول ورفض اهو. اقول لك ماشي، بس بقول لك مكون شعوري. طيب تجربة 2023 يؤكد علماء النفس ان القيم تتسم بالموضوعية والاستقلالية. طالما موضوعية واستقلالية يبقى هي ايه؟ مجردة. تمام. طالما اتكلمنا عن الموضوعية والاستقلالية يبقى دي خصائص من القيم وهي ايه؟ انها مجردة. تمام. كده خلصنا الفصل الثاني، ان شاء الله يكون سهل، وان شاء الله يكون فيه الاسئله فيه سهله في الامتحان. اتمنى تشتركوا في القناه، ومتنسوش تشتركوا في القناه، ونخش على الفصل الثالث. ربنا يصبركم وربنا يعينكم. الثالث ده اسمه اساليب التوافق، هيجي منه كام 3 اسئله. الفصل ده نقدر نقسمه ل3 اقسام: الاحباط، والعوامل المؤديه للاحباط، والصراع وانواع الصراع، والقلق. وفي كده جزئيه في النص اسمها نتائج الاحباط والصراع، العوامل اللي بتاثر في نتائج الاحباط والصراع، ودي نقدر نحطها مع العوامل المؤديه للايه؟ للاحباط. المهم ان انواع الصراع دي منها سؤال، والقلق هيجي عليه سؤال. العوامل المؤديه للاحباط او نتائج الاحباط والصراع يا اما ديت يا اما ديت هيجي سؤال. يبقى كده احنا عندنا 3 اسئله. الفصل ده بيتكلم عن التوافق. يعني التوافق يعني والله انا قدرت احقق اهدافي او قدرت احقق رغباتي فانا ببقى مبسوط، ما قدرتش احقق اهدافي ما قدرتش احقق رغباتي فانا كده بصاب بالاحباط. منتهى البساطة التوافق مرتبط باشباع الرغبات والاهداف. والله مثلا انت عايز تنجح، عايز تطلع رحلة، عايز تصيف، عايز تجيب اكلة نفسك فيها، عايز تجيب عربية، عايز تخرج مع اصحابك. رغباتك واهدافك دايما لما بتتحقق بتبقى مبسوط، لما ما بتتحققش بتصاب بالاحباط والاكتئاب. الفصل ده بيتكلم عن الجزئية دي، وبنتكلم عن الاحباط ايه اسبابه، وبنتكلم عن الصراع وهو انواعه، وبنتكلم عن العوامل اللي بتأثر في الاحباط والصراع. تمام. طيب تعالوا نشوف كده شبكة المفاتيح. اولا عندنا انه التوافق والاحباط والصراع والقلق. عندنا كده مثلا القلق، احنا بادئين على طول كده بالنهار اللي هو القلق. القلق له مظاهر وله مستويات. مستويات القلق اللي هو الخوف، ان انا خايف من الامتحان، لازم اذاكر، ان انا اعمل حساب للامتحان، لازم ان انا اعمل حاجة. القلق ده له 3 مستويات او 3 اشكال او 3 انواع: قلق مرتفع، قلق منخفض، قلق معتدل. القلق المرتفع ده لو انا خايف بشكل مبالغ فيه، يعني قلقان قوي اللي هو درجة التوتر وعصبي سايبة ومش قادر اركز، ده قلق مبالغ فيه، بنسميه توتر زائد مبالغ فيه، زائد عن الحد، عصبية، استثارة، خفض الوظائف المعرفية، مش قادر اركز، مش قادر افكر، مش قادر اخد قرار، مش قادر افكر، مش قادر اخد قرار، حاسس بالعجز، حاسس بعدم ان انا مش كفء، حاسس بقلة الحيلة. كل ده قلق مرتفع. قلق منخفض ده بقى سلبية، وان انا مضاربها طناش، لا مبالاة،
كسل، اهمال، عدم اهتمام، تواكل، عدم الرغبه في العمل. عارف انت الجدع اللي كان طالع في المستشفى يقول لك وانا اعمل ليه ما كله رايح رايح، ده اسمه قلق ايه؟ منخفض، اللي هو لا مبالاه يعني. تمام. اللي هو واحد مثلا ممكن يكون يا عم انا هغش في الامتحان واعرف لي كلمتين وخلاص وكبر دماغك، فده قلق ايه؟ منخفض. تمام. قلق معتدل، صحي، طبيعي، عادي. لا لا، لازم يكون عندي القلق ده علشان اقدر ان انا ايه، يعني اعمل حاجه، يعني انا اقدر ان انا اذاكر. دافعي، بيدفع للعمل، بيدفع للنجاح، بيدفع للتدريب والتمرين وبذل الجهد. ده قلق ان انا خايف من حاجه فبعمل لها حساب، فلازم ان انا اجتهد عشان احل المشكله بتاعتي. تمام. طيب تعالى نشوف عوامل اسباب الاحباط. عوامل اسباب الاحباط، في عوامل ذاتية خاصة بالشخص نفسه، دي نقص أو قدرات معينة أو قصور في قدرات معينة، وديت غالبا بتيجي في الامتحانات كتير أوي. وفي بقى عوامل بيئية خارجية مش مرتبطة بالفرد، بتبقى عوائق مادية طبيعية، عوامل اقتصادية، قيود اجتماعية، ظروف اجتماعية زي فقدان الأمن وفقدان أحد الوالدين. قصور أو نقص قدرات معينة، أنت بتبقى نفسك في هدف معين بس أنت ناقصك قدرات معينة، زي مثلا الشخص مبيقدرش يتحكم في نفسه، بيتعصب بسرعة، سهل الاستفزاز، فده شخص عنده نقص في قدرة معينة ان هو مش قادر يظبط الغضب او يسيطر على الغضب. وعيوب جسمية وعاهات وتشوهات ونقص حواس ونقص خصائص نفسية كالخوف والخجل والتهور والاندفاعية والتسرع، كل دي قدرات معينة وخصائص معينة بتبقى موجودة فين؟ في الفرد. طموح القاتل، الهدف البعيد عن امكانيات الفرد، تحديد الفرد نفسه هدف اكبر من قدراته وامكاناته، كل دي نقص قدرات الفرد. طيب، او عوامل ذاتية يعني. عوامل داخلية للإحباط، العوامل الخارجية زي العوائق المادية الطبيعية زي الضوضاء، أصوات المصانع، أصوات العربيات، تعطل المواصلات، هطول أمطار، سيول، فيضانات، آه، مثلا ساكن في حتة بعيدة، تمام، مفيهاش خدمات كافية. عوامل اقتصادية، دي كده بنسميها زي المعاناة الاقتصادية، الفقر، نقص المال، عدم توفر إمكانيات مادية، كل ديت عوامل اقتصادية. قيود اجتماعية زي مثلا الأب والأم المتسلطين والأسرة المتسلطة، دي كلها اسمها قيود اجتماعية، خلاص، أو قيود التي يفرضها الوالدان، تمام، عادات وتقاليد معينة. طيب الظروف الاجتماعية زي وفاة أحد الوالدين، وفاة الأخ، وفاة الأخت، وفاة الزوج، كل ديت بتسبب إحباط واكتئاب، أو إصابة الفرد بمرض خطير، الفرد الذي يفصل من العمل، كل ديت بنسميها الظروف الاجتماعية. طيب في عندي نتائج الإحباط والصراع، والعوامل ديت تقريبا 5 عوامل بتأثر في نتائج الإحباط والصراع، أو بتأثر في الإحباط والصراع. نوع العائق، تمام، نوع العائق بيأثر في نتائج الإحباط والصراع. يعني إيه نوع العائق؟ تعالى بس نشرح كده وبعد كده نشوف المفاتيح بتاعتنا. نوع العائق، تمام، ده يعني انا دلوقتي مثلا عندي مشكله معينه عايز اتغلب عليها، بيقول لي ان النوع العائق هو اللي بيفرق من المشكله التانية. وهنا ضرب لي مثال، قالك مثلا لو انت في الامتحان وانت مذاكر كويس جدا وانت عمرك ما غشيت في حياتك خالص، فانت ما قدامكش اي وسيله غير الغش علشان تتغلب على العائق وتجيب النهايه في الامتحان او توصل للدرجه اللي انت عايزها. فهنا مش هتعرف تعمل حاجه غير ان انت تغش. هنا التغلب على العائق هيكون عن طريق استخدام وسائل غير مشروعه زي الغش، فيعقبه تأنيب الضمير. انما ممكن مثلا انا راجل شغال في شغل معين ما بيجيبليش الدخل الكافي اللي يخليني اصرف كويس، فانا هشتغل شغل اضافي، خلاص هفتح مشروع. هنا اقدر ان انا اتغلب على العائق بطرق قانونية ومشروع عادي جدا، من خلالها اقدر احقق الهدف بتاعي، خلاص. فهنا بيقولي نوع العائق بيفرق من حسب العائق او حسب المشكلة نفسها. طيب فنقدر نقول العقبة أو الهدف مؤقت وله بدائل، لا يؤدي لإحداث صراع، لا يؤدي لحدوث الشعور بالذنب، كل ده النوع الإيه؟ العائق. طيب العقبة أو الهدف دائم مستمر ومرتبط بناحية أخلاقية وليس له بدائل بسبب إحباط وصراع. طيب نيجي للجزئية التانية وهي إيه؟ الخبرات السابقة. لو انت عندك خبرات كويسة، يعني الشخص مثلا اللي بيقدم في وظيفة، لو هو مثلا كان شغال مثلا في وظائف قبل كده، دايما الشخص اللي بيبقى عنده ثقة بنفسه وهو داخل اي وظيفة، اللي كان شغال قبل كده وعنده خبرات وعنده اشتغل في شركات قبل كده، فعنده خبرات قبل كده. خبرات النجاح بتؤدي وتعزز الثقة بالنفس. اما خبرات الفشل، لو جيب مثلا في المقابلة او الانترفيو الاتش ار سأله وقال له انت مثلا ما اشتغلتش ليه او اترفضت في قبل كده، اه اترفضت. طب انت قدمت في كده، اه بس اترفضت، اه بس ما قبلتش. طبعا يعني كل ده هيؤدي ان هو مش هيبقى واثق في نفسه، في خبرات الفشل مش بتخليه يقدر يتغلب على الاحباط. فاحنا هنا بنتكلم عن مواقف سابقه ناجحه بتجعل الفرد يشعر بالثقه بالنفس، ومواقف سابقه فاشله.
طيب تفسير الشخص الموقف. في شخص بقى لما بيفشل بيفسر الموقف بطريقة كبيرة جدا. تفسير الموقف، هل بيبالغ في تقدير الموقف ولا مش بيبالغ؟ هل تقديره لذاته مرتفع ولا تقديره لذاته منخفض؟ في شخص مثلا فشل في حاجة او فتح مشروع فشل معاه، فيبدأ يقول ده خلاص، ده انا شخص فاشل وعمري ما هنجح، خلاص ما عنديش اعمل مشاريع تاني. فده شخص بيقدر ذاته تقدير منخفض وبيبالغ جدا في الموقف. اما ممكن شخص تاني يقول لك ايه يعني عادي، ما هو ممكن انجح كمان مرة، هعمل مشروع تاني، هحاول مرة والتانية والتالت، ومين يعني ما بيخلطش ومين يعني ما بيعملش، خلاص. فده شخص عنده تقدير ذاته المنتفع، وده شخص بيقدر يقدر الموقف في حجمه الطبيعي، وده بيخليه يقدر يتغلب على العوائق بعد كده. طيب عندنا بعد كده امكانيات اشباع الهدف وطبيعة الدافع. في طبيعة الدافع بتبقى يعني الدافع نفسه، يعني عشان احقق الدافع بتاعي او احقق الهدف بتاعي، والله اما يكون دافع اساسي اما يكون دافع ثانوي. يعني مثلا لو انت في امتحان شهر لاحد الدروس وجبت درجة مش كويسة، هتزعل بس مش قوي مهما كان هو امتحان درس. انما لو امتحان السنة اخر السنة هتزعل. وهنا العائق او الشعور بالقلق والتوتر اللي بيعقب الدافع الاساسي ده هيكون طويل الامد وهيكمل مع فرد فترة طويلة. امكانيات اشباع الدافع او امكانيات اشباع الهدف اللي انت بتحطه، لو انت تقدر تشبعه بكذا اكثر من طريقة، فده هيبقى حلو جدا ان انت تقدر تتغلب على مشكلة التوافق بتاعته. اما لو كان الدافع ده ما بتتغلبش عليه غير بطريقه واحده، فده طبعا هينتج عنه مشكله توافق زي القلق والتوتر وغيره. تمام. طيب يبقى احنا كده عندنا المفاتيح بتاعتنا. نوع العائق لو اتكلمنا عن الشعور بالذنب والتأنيب بالضمير، مسائل اخلاقيه وناحيه اخلاقيه، كل ده نوع العائق. الخبرات السابقه، مواقف سابقه ناجحه، مواقف الفشل. تفسير الشخص الموقف، وان طبعا الموقف نفسه بيدل على ان الشخص عنده اراده قويه، تقدير ذاته مرتفع، تقدير ذاته منخفض. تمام. بيقدر ازاي الموقف. طبيعه الدافع، طبعا دوافع اساسيه ودوافع ثانويه. الدافع الثانوي بينتج عنه توتر خفيف، اما الدافع الاساسي بينتج عنه توتر وضيق طويل الامد. الامكانيات لاشباع الدافع، فلو عندك طرق كتيره تحقق الاشباع فده مش هينتج عنه مشكلات توافق. انواع الصراع، عندي 3 انواع، وهم صراع اقدام اقدام، احجام احجام، اقدام احجام. اقدام اقدام انا يعني متوتر. الصراع يعني ايه؟ الصراع يعني ان انا عندي حيره وتردد من الاخر ما بين حاجتين، والله الحاجتين دول لو جذابين ونفسي فيهم الاتنين بس محتار اختار ما بينهم، يبقى انا كده صراع اقدام قدام. لو الحاجتين دول مش طايقهم بس مضطر اختار ما بينهم، زي مثلا ان انت مضطر تعمل عمليه وانت مريض، يبقى ده احجام احكام. اما بقى لو انت حاجه واحده مش عارف تعملها ولا ما تعملهاش، اصل لها عيوب ولها سلبيات، لها ايجابيات ولها سلبيات، فدي بيبقى اقدام احجام. زي بالظبط كده ان انت تبقى يعني ضرسك بيوجعك او مريض وعايز تاكل حاجه مسكره والدكتور منعك عن السكريات وانت نفسك هفاك كده بعد اكله معينه، فده بيبقى اسمه ايه؟ اقدام احجام. والموقف نفسه بيبقى واضح وسهل ان تقدر تحدد نوع الصراع الموجود. طيب تعالوا نبص بصه بقى على اسئله الامتحانات اللي موجوده في الدرس ده. تمام. اول سؤال بيقول: شاب أحب فتاة وأراد أن يتزوجها، وحينما تقدم لأبيها رفض الأب العرف عندهم أن لا يتزوج الابنة الصغرى قبل الابنة الكبرى. طيب ده إيه؟ ده قيود وضوابط اجتماعية. خلاص. طيب السؤال التاني بيقول: قال عبد المطلب القريتي: حيرة الفرد بين قيامه برحلة ترفيهية في أيام أجازته وزيارته لصديق مريض. ده يبقى إيه؟ أقدام إحجام، لأن طبعا الرحلة حاجة مرغوبة والزيارة يعني مش حاجة مرغوبة قد كده. تمام. فده يبقى إيه؟ أقدام إحجام. طيب أثبتت نتائج بعض الدراسات أن الرياضي الذي لا يرغب في المنافسة مع ناديه والحصول على مراكز أولى يرجع إلى تدني دافع الإنجاز لديه. تدني دافع الإنجاز. خلاص. طيب ولا يرغب في المنافسة، فده إيه؟ قلق إيه؟ قلق منخفض. طيب قيام الفرد بحل المشكلة بنفس الطريقة. بيقول هنا: قيام الفرد بحل المشكلة بنفس الطريقة التي فشل فيها سابقا، وإصراره على تلك الحلول التي لا تنتهي المشكلة بل تخلف منها، كمشكلة الخجل عند الشباب على الرغم من وجود أكثر حل له إلا أنه يشعر بالعجز أمامها. ده طبعا الخجل ده بيبقى إيه؟ نقص قدرات في العوامل المؤدية للإحباط. بيقول الدكتور عبد المطلب القريتي: تردد أم بين أن تسمح لابنها
معلش، أن تردد بين أن تسمح لابنها بالمشاركة في رحلة تستغرق عدة أيام لكي يروح عن نفسه ويعتمد على ذاته ويثري خبراته، وأن تمنعه من المشاركة فيها خوفا من أن يقع خلالها ما يسوء وذعرها من هذا التوقع. ده طبعا موقف خالص اللي هو يعني مبين عليه إقدام إحكام. تمام. طيب هي عايزاه يثبت نفسه في نفس الوقت خايفة عليه، فده إقدام إحكام. طيب قال الدكتور حلمي المليجي: يعد الخوف من الامتحان النهائي دافعا للاستذكار ويزيد من، طبعا ده لا معتدل، ان هو دافع يبقى حاجة كويسة، معتدل. يقول احمد خير العمري: احيانا يكون التعجل سببا في الانكسار ومن ثم اليأس. طيب هنا بنتكلم عن احد عوامل تؤدي للاحباط، وهي ايه؟ التعجل يعني ايه؟ التعجل يعني تسرع، اندفاعية وايه؟ وتهور. خلاص. طيب تعالوا نشوف الدور الثاني. السؤال في الدور الثاني مصر 2021 بيقول الدكتور حلمي المليجي: الخوف من الفشل في الامتحان النهائي وزيادته عن حدود الاتزان المعقول مما ادى الى اضطراب الطالب في التحصيل والتأثير السيء في سير عملية الامتحان. يعكس الموقف السابق احد مستويات القلق، ان هو خلاص فاشل وزيادته عن حدود الاتزان المعقول، الطالب مضطرب، ده طبعا ايه؟ قلق مرتفع. طيب سؤال الدور الثاني مصر 2021 يقول باولو كويلو: لا يغرق المرء لأنه سقط في النهر، بل لبقائه مغمورا تحت السطح. خلاص، تحت سطح الماء. هو بقى مش هو غرقان مش عشان هو مثلا، لا، هو علشان هو عايز يفضل تحت، هو خلاص فضل ما حاولش اصلا، يبقى ده نقص ايه؟ قدرات. تمام. ان الخوف من زيارة طبيب الاسنان والخوف من تلف الاسنان في الوقت نفسه، ده صراع ايه؟ احجام. خلاص، ليه؟ لانه خايف من تلف الاسنان وفي نفس الوقت مش عايز يروح للدكتور. طيب تعالوا نشوف امتحان مصر 2022. يشير علماء النفس إلى أن استجابة الأفراد للإحباط تختلف باختلاف ما يتوقعون أنفسهم من أمال وطموحات، ومدى توافر الدعم الاجتماعي، وعدد المرات التي يفشل فيها الفرد في إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه. نستخلص من العبارة السابقة إحدى نتائج الإحباط والصراع، وهي إيه؟ تمام. بيقول استجابة الأفراد الإحباط تختلف باختلاف الإيه؟ ما يتوقعون لأنفسهم من آمال وطموحات، ومدى توافر الدعم الاجتماعي، وعدد المرات التي يفشل فيها الفرد. تمام كده؟ عدد المرات التي يفشل فيها الفرد في إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه، يبقى ده إيه؟ الخبرة السابقة. يرى عبد الودود أحمد الزبيدي أن قيام أحد المتسابقين بالتدريب والتمرين وبذل الجهد المستمر استعدادا قبل البطولة، وذلك من أجل تحقيق الفوز رغم ما ينتابه من قلق، فده يعتبر قلق إيه؟ معتدل. الدور الأول مصر 2022 تاني: الشاب الذي يطمح أن يكون طيارا ولكنه لا يمتلك القدرات المطلوبة للطيار. تمام. لإصابته بضمور في العصب السمعي. طبعا هنا في يعكس الموقف الحياتي السابق أحد أشكال الصراع النفسي، وصراع إيه؟ إقدام نفسه ومش قادر، يبقى ده إقدام إحجام. يعاني شخص من الصراع النفسي لأنه مصاب بداء السكر يعني، ويريد ألا يمتنع عن تناول الحلوى. خلاص، يبقى ده إيه؟ عايز ياكل حتة حلوى، هو عنده إيه؟ هو عنده مرض السكر، فده طبعا إقدام إحجام. الامتحان اللي بعده أو السؤال اللي بعده يقول شوارتسكوف: ليست الشجاعة هي عدم الإحساس بالخوف، الشجاعة الحقيقية هي أن تشعر بالخوف، ولكن لا يمنعك ذلك من المضي قدما في طريقك أو القيام بعمل على أي حال. تجسد المقولة إحدى صور القلق، رغم أن أنت خايف أنت مكمل، يبقى ده إيه؟ قلق إيه؟ معتدل. الدور الثاني مصر. السؤال اللي بعده: يؤكد علماء النفس أن الصعوبات التي يواجهها الفرد في إشباع حاجاته الأولية كالطعام والشراب والمسكن تعد من أشد الصعوبات التي تشعر بالعجز، حيث تختلف درجة العجز باختلاف مدى إلحاح الحاجات للإشباع. تستنتج العبارة السابقة أن أحد النتائج المترتبة على الإحباط والصراع هو إيه؟ نوع العائق. طيب ليه؟ عشان بيقول لي هنا الصعوبات اللي بيواجهها الفرد في إشباع حاجاته تعد من أشد الصعوبات التي تشعره بالإيه؟ بالعجز. خلاص، هنا العائق هو الشديد، يبقى تختلف درجة العجز باختلاف إيه؟ مدى إلحاح الحاجات. هنا في نوع العائق بيقول لي تختلف درجة شدة العائق وخطورته على حسب إيه؟ على حسب العائق نفسه. تمام كده؟ يبقى لو اتكلمنا عن شدة العائق أو اتكلمنا عن درجة العجز أو اتكلمنا عن درجة الشدة، يبقى احنا بنتكلم عن نوع العائق. طيب لو أن مثلا إن الصعوبات بتختلف من فرد لآخر، يبقى دي إيه؟ نوع العائق. يؤكد علماء النفس على أن الخوف بسبب
يسبب للفرد في كثير من الأحيان بعض المشكلات التي قد تعوق عن تحقيق كثيرا من رغباته، كعدم القدرة على مشاركة زملائه في بعض الألعاب. هنا عنده خوف، فالخوف ده يعتبر خصائص نفسية موجودة عنده بتسبب الإحباط. أشارت بعض الدراسات التي قامت لتحديد أسباب زيادة نسبة الانتحار لدى المراهقين في فرنسا إلى أن اتباع الوالدين لأسلوب المقارنة بين الطفل وغيره من الأطفال وكثرة الضغط عليه يؤدي لشعوره بالألم والذنب الشديد مما يدفعه للانتحار. إيه العامل الإحباط اللي بتشير إليها العبارة أو دراسات سابقة بتشير إليها؟ هي طبعا البيئة الاجتماعية. ليه؟ لأن بيقول إن اتباع الوالدين لأسلوب المقارنة الأطفال، الوالدين عاملين يقارنوا، بص ابن خالتك، بص ابن مش عارف مين، بص بص بص، كل ده ضغط واجتماعي، وبيبقى طبعا دي قيود اجتماعية أو بيئة اجتماعية. طيب تجريبي 2023 بيقول حصل أحد الطلاب المتفوقين على منحة دراسية في دولة أجنبية، بعد سفره شعر بالحيرة والصراع عن نفس النتيجة رغبته في تحقيق أهدافه باستكمال دراسته وصعوبة ظروف الحياة. طبعا ده قدام أحكام. طيب يرى علماء النفس أنه عندما يعرف أحد العدائيين أن مستوى زملائه الذين سوف يتسابق معهم مستوى مش حلو فلا يهتم بالتدريب قبل السباق، فده طبعا قلق منخفض لأنه مش بيهتم. طيب شفت ان مستوى الأسئلة سهلة وكويسة ازاي، وطالما انت فاهم وطالما انت عندك الإدراك بتاعت المعاني ومذاكر كويس، أو طالما انت فاهم هتقدر تحل بسهولة، بس انت تكون مركز بس شوية. خلاص. طيب أنا عن نفسي لما أجي بحل بعمل ايه؟ بروح أبص على الاختيارات هو بيتكلم في ايه، أو أبص على المطلوب على طول، أحد مستويات القلق. تمام؟ تمام. طب خلاص، بقرا بقى العباره، لقيت العباره خلاص قال لك فبيهتم مش خلاص، هي مش لازم يعني اكمل بقى، خلاص انا عرفت يبقى قلق منخفض. طيب ده زياده ومتوتر ومش عارف هكمل العباره الاخيره ليه، خلاص هو قلق مرتفع بيدفعه ان هو ينجز، ومش خلاص يبقى قلق معتدل. في بعض الحاجات كده يا جماعه بتبقى سهله واضحه، مش لازم ان انت تكمل الاخر وانت بتبقى محلوله زي ما انت شفنا كده. طيب بس برضو انا مش بقولك اتسرع، انا بقولك ان في حاجات سهلة ومحتاجة بس تركيز وطريقة الحل. بص هو بيتكلم عن ايه، في حاجات معينة لازم نقف عندها ونفكر فيها ونركز. تمام. وطبعا كل الامتحان لازم تفكر وتركز طبعا. خلاص. بس انا بقولك طريقة حل مثلا معينة، انت بص على الاختيار بيتكلم في ايه. طيب ارجع بقى اقرا العبارة، يعني هو شوف هو بيتكلم عن ايه، مستويات القلق، عامل الاحباط. ارجع واطلع بقى بص على العباره، بيتكلم في كذا كذا، بيحكي في كذا كذا. خلاص الاجابه وضحت بالنسبه لي. تعالوا بص بقى على الفصل الرابع، ويبقى احنا كده خلصنا علم النفس باذن الله. الفصل الرابع اساليب حل الاحباط والصراع. تمام، اساليب حل الاحباط والصراع، يعني ازاي اقدر اتغلب على الاحباط والصراع. وهنا برضو الفصل ده متقسم لجزئين، الفصل ده هيجي منه سؤال واحد فقط، وغالبا هو ده هيبقى المقالي، وغالبا هيبقى في الحيل الدفاعية. طيب قبل بس ما نشوف يعني الحيل الدفاعية، الفصل ده بينقسم لقسمين زي ما احنا قلنا، قسم خاص بالأساليب أو الطرق المباشرة للتغلب على الإحباط والصراع، وطرق غير مباشرة للتغلب على الإحباط والصراع. طيب يعني هقول لكم ببساطة كده، فببساطة إن أساليب حل الإحباط والصراع بينقسم لقسمين زي ما احنا قلنا. طيب الأساليب المباشرة ديت اللي هي إيه؟ أنت فشلت في موقف معين أو فشلت في امتحان، فعندك 4 أساليب لحل الإحباط والصراع. إيه هما؟ بذل الجهد، تغيير الطريقة، تمام، تغيير الهدف أو استبدال الهدف، حل المشكلة أو أسلوب حل المشكلة. بيقولك في ال4 طرق دول، بذل الجهد، فشلت في حاجة حاول مرة والتانية وبذل مزيد من الجهد. خلاص كنت بتذاكر ساعتين، ذاكر 4، ذاكر 5، ذاكر 10، موت نفسك، كده اسمه ايه؟ بذل الجهد. ما جابش معاك نتيجة، تغيير طرق الاستذكار. طب انت كنت بتذاكر ازاي؟ خلاص كنت مثلا بتذاكر الاول وبعد كده مثلا كنت بتحل، طب اعمل العكس، طب شوف الاسئله وبعد كده ذاكر. طيب انت مثلا كنت بتذاكر بالنهار، لا طب اعمل العكس، اعمل بالليل، ذاكر بالليل. طب انت كنت بتذاكر بالليل، طب ذاكر بالنهار. طب انت كنت بتذاكر مثلا في مكان معين، غير المكان، تغيير طرق وعادات الاستذكار. تمام. تغيير الهدف او استبدال الهدف. تمام. خلاص استبدال الهدف اللي هو ايه؟ تمام، اللي هو انا دلوقتي مثلا يعني ده مش بيمشي في حته الاستذكار، ده بيمشي في مواقف معينه، انا كنت عايز اعمل هدف معين او احقق هدف معين، فممكن ابدله. زي ايه؟ زي مثلا عايز اخرج مع اصحابي مثلا وعايز ان انا نلعب كوره، بس والله لو انا غرضي من لعب الكوره ان احنا بس نقضي وقت، تمام، ممكن ابدل الهدف. يا جماعه مثلا الدنيا مطره، طب خلاص
تعالوا مثلا نتفرج على ماتش، تعالوا نلعب بلاي ستيشن، اي حاجه ان يعتبر ان احنا بدلنا الهدف. خلاص. فتغيير الهدف مش بينفع في كل الاوقات، بينفع في مواقف معينه، وده على حسب الهدف البديل ينجح في تحقيق الرغبه ولا لا. حل المشكله، وده لما يكون عندي صراع ما بين هدفين وانا عايز اوصل لحل سليم. فهنا بحاول ان انا اجمع المعلومات عن الاهداف اللي عندي، بجمع معلومات، بحلل المعلومات ديت واشوف كل معلومه دي بتدل على ايه، وابدا افترض ان انا وصلت لكل هدف، وابدا ان انا اشوف كده العواقب والتوابع والنواتج، هتبقى مظبوط ولا مش هيبقى مظبوط. ده كده منتهى البساطه. عشان كده بذل الجهد، لو اتكلمنا عن الصبر والمثابره وزياده الحماس، يبقى كل ده بذل الجهد. التغلب على العثرات، كل ده بذل الجهد. تمام كده. مضاعفه زياده وقت العمل، زياده في ساعات المذاكره، كل ده بذل الجهد. البحث عن طريقه اخرى، لو اتكلمنا عن تغيير طريقه الوصول للهدف، تغيير الوسيله، ذاكرت بالليل فبتذاكر بالنهار. خلاص. المرونه. طيب استبدال هدف بغيره، اللي هو تغيير الهدف بطريقه شعوريه، احلال هدف بديل. تمام. كليه بدل كليه، وظيفه بدل وظيفه. خلاص. مثلا شخص زي بيل جيتس اللي هو فشل في التعليم فراح جاي مكمل في المشروع بتاعه. حل مشكلات، اتباع منهج علمي، جمع معلومات، اسئله، اجوبه، افتراض، فرض الفروض، اقتراح حلول، مراعاة كل الاحتمالات، حساب المزايا وحساب الايجابيات، اختيار الافضل، التوفيق بين الاهداف. كل دي بنتكلم عن حل الايه؟ المشكلات. طيب نيجي بقى للحيل الدفاعيه، وده القسم الثاني، ان انا اقدر اتغلب على الاحباطات والصراعات ولكن بطريقه غير مباشره، ودي بنسميها حيل دفاعيه. يعني ايه حيل دفاعيه؟ اسمها حيل دفاعيه لان دي حيله نفسيه بدافع بيها عن الموقف اللي انا فيه او الاحباط اللي انا تعرضت له. تمام. زي ايه؟ الكبت، حيله بلجأ ليها، وهي انا مثلا حد ضايقني بكلمه فاخد في نفسي واسكت. الكبت. ايه الكبت؟ معناه نسيان مدفوع من الداخل، نسيان لا شعوري لا ارادي، بحاول ابعد كل الخبرات والذكريات المؤلمه عن دايره الشعور، ما افكرش فيها، ما ركزش فيها، واحطها جوايا واسكت وخلاص. تمام. طيب فلو اتكلمنا عن نسيان لا شعوري، بعد الذكريات من الشعور، اخفائها في اللا شعور، اي حاجه عن النسيان اللا شعوري، الذكريات المؤلمه، الاحلام، النوم، فلاتات، زلات اللسان، كل ديت في الكبت. طب الاعلاء والتسامي، دي الحيله الثانيه. يعني ايه حيله تسامي؟ بنسميها حيله ابداليه. يعني ايه اعلاء وتسامي؟ يعني مثلا دلوقتي انا جوايا دافع غير مرغوب، خلاص، فبعليه لايه؟ لحاجه مرغوبه. يعني مثلا وحد مثلا ضايقني بكلمه، او انا متغاظ وجوايا طاقه غضب من حاجه معينه، خلاص، فاقول لك طب بص روح طلعها في الجيم. طب انت بتعمل ايه؟ بعلي او بعمل اعلاء او بتسامى بالرغبه، من رغبه ان انا همسك حد موته واضربه، لا انا هطلعها في الجيم واعملها لصالح صحتي. تمام. تحويل الغير مرغوب اجتماعيا الى مرغوب اجتماعيا، يعني تحويل اي حاجه غير مقبوله الى حاجه اهداف وانجازات اخرى يقبلها المجتمع. تسامي على الدافع الجنسي بكتابه شاه، او التسامي مثلا على الغضب مثلا في ان انا العب رياضه معينه. التعويض، تغيير الهدف بطريقه لا شعوريه. يعني ايه؟ بيحدث لتخفيف الشعور بالنقص والاحساس بالفشل. لو اتكلمنا عن الاحساس بالنقص والاحساس بالفشل، كل ده تعويض. تعويض الفشل في مجال بالنجاح في مجال اخر. يعني واحد مثلا فشل في دراسه فقال لك انا هروح انجح وانا بلعب كوره، بعوض. خلاص. طيب مثلا كان يقول لك واحد كابتن عبد اللطيف ابو هيف اللي هو كان دراعه مقطوعه، فعلشان يعوض ده فقال لك انا عدى فعلا بحر المانش بايه؟ بدراع واحد، عشان يعوض الاحساس النقص بتاعه. طيب التبرير، اختلاق اسباب اعذار، اعطاء اسباب تبدو مقبوله، تبدو ان هي غير صحيحه ولكنها غير صحيحه في الواقع. خلاص. بيحاول ان هو يشوه الواقع، بيحاول ان هو يحسن الهدف الجيد، بيحاول ان هو يحسن الهدف الجيد السيء عفوا، ويشوه الهدف السيء. تمام. زي ايه مثلا؟ زي مثلا واحد ذاكر او بلاش ذاكر، ما كانش بيذاكر، راح جه دخل كليه معينه، خلاص، كليه مثلا مش كان متوقعه. يقول له مش انت كنت قلت هخش كليه كذا وكليه كذا؟ يقول له لا، ده كليه كذا دي وحشه، اللي انا دخلتها دي عظيمه جدا. تبريرات. تمام. يدي تبريرات للحاجات اللي فشل فيها. خلاص. الحاجات اللي هو وصلها وما عرفش يوصل لحاجات تانية، دي اسمها تبريرات. اعطاء اسباب تبدو، اختلاق اعذار. الاسقاط بقى، الاسقاط هنا حد بيحاول ينكر عيوبه، بيحاول يداري عيوبه بانه يلزقها في الاخرين، يلصقها بالاخرين. تمام. يعني ايه؟ يعني خلي بالك بقى، في هنا
اسقاط وفي هنا حاجه تانية اسمها انكار، في فرق بينهم. الاسقاط انا راجل كذاب، فبقول على فلان ده كذاب وكذاب وكذاب. انا راجل مثلا مش سالك من جوايا، فاقول لفلان ده انسان وحش وانسان مش عارف كذا، وانا بكرهه كده عشان خاطر هو وحش، وهكذا. طالما انا بطلع العيوب في الاخرين وبلزق اي حاجه في الاخرين، يبقى ديت ايه؟ اسقاط. انا بسقط عيوب ونقائصي في الاخرين، تمام كده؟ او بحمل مسؤوليه اي فعل انا عايز اتبرأ منه للاخرين. انا عمري ما عملت كذا، خلاص ده اللي بيعمل كذا كذا كذا، لازم الزق مين؟ للاخرين. طيب الانكار بقى اللي هي في الاخر خالص، انا بنكر وبرفض الاعتراف بس ما بلزقش بحد. يعني اقول انا مش كذاب، انا مش غشاش، بس ما بلزقش حاجه بحد. يبقى دي اسمها ايه؟ انكار. برفض الاعتراف بان انا في حاله احباط او في عيب عندي. طب نكمل. اسقاط، اتهام، اعتداء، لصق عيوب ونقائص بالاخرين، لصق الفشل بالاخرين. خلاص اصل فلان حسدني، اصل فلان بيحقد عليا، الناس بتحقد عليا، ينسب الافعال التي يريد ان يتبرأ منها الاشخاص الايه؟ الاخرين. كل ده اسقاط، تمام؟ زي ما بيقول الشاعر: كل انسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، تمام؟ ده طبعا ايه؟ اسقاط. التقمص والتوحد وعكس الاسقاط، بيحاول ان هو يقلد الاخرين، بيحب شخص معين يحب يقلده، يحب يقلده في صفاته، في سلوكه، في لبسه، كل ده تقمص او توحد. عكس الاسقاط، يحب يلبس قميص الغير، يحاكي، بيقلد، بيدمج، خلاص بيمتص صفاته المحببة لنفسه المكملة لشخصيته من فرد آخر، بيتصور نفسه في مكان الآخرين. ده كلها ايه؟ توحد وتقمص. الإزاحة والنقل. الإزاحة والنقل ديت تنفيس عن الغضب. تنفيس عن الغضب، يعني ايه تنفيس عن الغضب؟ يعني حد مزعله فبيطلع زعل على حد. تنفيس عن الغضب حيث يتم تحويل وتوجيه الانفعالات المحبوسة نحو أشخاص وأفكار غير الأشخاص الموضوعات الأصلية أصلا، ويكون البديل أكثر ضعفا. زي في مثال كتاب المدرسة قال إيه؟ موظف مثلا مديره أو رئيسه مثلا زعقله، فبيروح طلع غضبه على مين؟ على زوجته أو على أولاده، يقعد يتلكك لهم: أنتوا ما عملتوش كذا وأنتوا ما عملتوش كذا، ويبدأ إن هو يطلع غضبه عليهم. خلاص؟ طيب النقوص. كلمة نقوص معناها الارتداد أو الرجوع. طب يعني بيرجع لإيه؟ هنا بيرجع لحيلة سابقة أو مرحلة سابقة من مراحل النمو، خلاص؟ بيتبع فيها أساليب كانت بتشبه رغباته قبل كده. زي مثلا عيل الصغير اللي كبر شوية، لا أخوه الصغير علشان لسه عمال يتلعثم في الكلام وعمال ينطق الكلام غلط، فأهله وأبوه وأمه بيضحكوا عليه ويجذب اتباعهم. فالواد بعد ما كبر وبعد ما بيعرف ينطق صح وبيتكلم صح، يرجع تاني يتلعثم في الكلام وينطق الكلام غلط زي ما كان بيعمل زمان عشان يجذب الانتباه. ده اسمه ايه؟ النقوص، تمام؟ طيب الانكار هو شكل انسحاب من الموقف. بنسحب من الموقف، برفض الاعتراف ان انا في حاله اعتراف، حاله احباط. لا يقر فيها الفرد، لا يعترف بوجود حاجه محبطه. عدم الاعتراف بالفشل، التعامل كما لو شيء لم يحدث، عادي. خلاص يا عم انت جبت درجه وحشه، عادي. يا ابني انت ما حصل كذا 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 والدنيا اتطربقت على دماغها، عادي يبقى ده اسمه ايه؟ انكار. اذا الحقائق خرجت صدر الفتى القى مقاليده التمويه، يعني بيموه، تمام؟ طيب تعالوا بقى نبص على اسئله الامتحانات في الفصل ده. بيقول لك ايه؟ خلي بالك بقى ان المقالي اول سنه للسنه دي في الفصل ده، فكل اسئله الامتحانات اللي فاتت هي اختيار من متعدد عادي، الا في التجريبي 2023 هتلاقي سؤال واحد مقالي بس. انت ممكن تقيس على الاختياري ده برضو اسئله المقالي، يعني بدل الاختيارات ممكن نبدل ونقول استكشف برهم بمثال، تمام كده؟ يعني تعالوا نشوف بقى ونحل. ان تعليم القراءة والكتابة ممل بعض الشيء لدى البعض، فعلى المعلم ان يخفف هذا الملل باصطناع طرقا مشوقة. يعني الطرق اللي بيتبعها يغيرها. يبقى ده ايه؟ البحث عن طرق اخرى للهدف، تمام؟ ممكن انا اغير الاختيارات ديت واقول لك ايه؟ اقول لك يشير القول السابق لاحد اساليب التوافق المباشر او التغلب على الاحباط بالصراع المباشرة: برهن، استكشفه وبرهن بمثال. يبقى انت على طول برضه هتقول بحث عن طرق اخرى وهتدي مثال: الطالب الذي يغير من عادته في الاستذكار لما يلاقي طريقته فشلت. طيب السؤال اللي بعده، قال وينستون تشرشل: عندما يخطئ سهمك هدفه لا تفكر ما الخطأ الذي فعلته، بل اسحب السهم الثاني وفكر ما الذي يجب علي فعله بطريقة صحيحة لأصيب الهدف. يبقى أنا كده بغير منين؟ من الطرق بتاعتي، يبقى بغير بالطريقة بتاعتي. يبقى هي ممكن أغير الكلام ده وأحطه إيه؟ مقالي، وأقول لك يشير القول السابق لأحد أساليب التوافق المباشرة. فسر، ناقش، استكشفه وبرهن بمثال.
والمثال عندك اللي هو ايه؟ الطالب اللي بيفشل في مذاكرته بيغير من عادته في الاستذكار او طرق الاستذكار. بيقول زيجلر: تشير الإحصاءات إلى أنه عندما يشتكي العملاء يجب على أصحاب الأعمال والمديرين أن يتحمسوا بفحص الشكوى، حيث تمثل شكوى العميل فرصة كبيرة لتنمية وتطوير الأعمال. يبقى أنا كده بتبع أسلوب حل المشكلات، أسلوب حل الشكاوي، بشوف بحلل المشكلات دي عبارة عن إيه والشكاوي دي عبارة عن إيه، يبقى ده أسلوب حل الإيه؟ المشكلات. برضه ممكن أخليه مقالي وأقول يشير القول السابق لأحد أساليب التوافق المباشر وهو إيه؟ استكشفه وبرهن بمثال. خلاص؟ طيب، الشاعر الشاب الذي ينجح في تصوير مداخل ومتاهات النفس الإنسانية، فإننا نجده مرآة عاكسة لكل ما تتحمله النفس الإنسانية من إحباطات وأحلام ورغبات وغرائز وأماني. تمام. يقدمها بأسلوب راقي في أعماله الشعرية. استخلص من الموقف السابق إحدى حالة دفاعية، وهي حيلة إيه؟ تمام، التبرير ولا التسامي ولا الإسقاط ولا الكبت. تمام، خلي بالك هنا بنقول الشاعر الشاب الذي ينجح في تصوير مداخل ومتاهات النفس الإنسانية فإنه نجده مرآة عاكسة لكل ما تحمله النفس من إحباطات. يعني هنا كده بيحول كل الغرائز دي لإيه؟ خلاص، لشاعر يعني بيتسامى من الإحباطات اللي جواه في الشعر. يبقى ده إيه؟ تسامي أو إعلاء. يعني ممكن نبدل ده برضه ونقول استخلص من الموقف السابق إحدى الحالة الدفاعية وبرهن عليه بمثال، بدل ما أقول بقى الاختيارات. تمام؟ قال عبد المطلب القريتي: ويقول الطفل بشخصية الجراح أو طبيب الأسنان ويحاكي سلوكهما في إجراء أو خلع الضرس. يحاكي يعني تقمص، بيقلد يعني تقمص، بيقلد الطبيب بيقلد الجراح يبقى تقمص. برضه نفس الكلام أقدر يبرر الموقف السابق اللجوء إلى أحد أساليب التوافق الغير مباشرة وهو إيه؟ استكشف وبرهن بمثال. الدور الثاني مصر 2021: يحول ولي الأمر مشاعر القسوة التي يكنها تجاه مديره الذي لا يقدره حتى قدره إلى أبنائه، فيتعود على معاملتهم بغلظة وجفاء. يبقى ده إيه؟ يبقى كده ولي الأمر مشاعر القسوة التي يكنها تجاه مديره بيحولها لمين؟ لأبنائه. يبقى دي إيه؟ خلاص، المشاعر بيحولها لأبنائه من مديره، يبقى دي إيه؟ نزاحة أو نقل. برضه ممكن أقول لك ده مقالي يبرر الموقف السابق اللجوء لأحد الأساليب الغير مباشرة التوافق وهو أسلوب إيه بالظبط. تمام؟ انت هتقول ان هو ده الازاحه وتدي عليه مثال. خلاص. طيب، الدور الاول مصر 2022: قال الشاعر: ان ارى ان كل انسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه. طبعا لسه قايلينها في المفاتيح ودي ايه؟ اسقاط. ممكن اقول برضه في المقالي نفس الكلام، يشير قول الشاعر لاحد اساليب التوافق غير مباشر، بدل ما اقول لك وهو واكمل اختيارات هقول لك ايه؟ برهن، استكشف المثال او استكشف وبرهن بالمثال. السؤال اللي بعده: قال الشاعر: إذا الحقائق أحرجت صدر الفتى ألقى مقالده إلى التمويه. بيموه. خلاص، الحقائق يعني خلاص هو حاسس إن هو إحباط فبيموه، بيقولك لا عادي ده أنا مفيش أي كلام. يبقى ده إيه؟ إنكار. إنكار. طب الإنكار ده برضه نفس الكلام، نقدر نغير الكلام ده ونخليه مقالي. هذا السؤال مقالي هو: عندما يعجز بعض المراهقين عن حل بعض الصعوبات التي تصادفهم في حياتهم اليومية يلجؤون إلى قضم الأظافر والبكاء. خلاص، قضم الأظافر ده إيه؟ وبكاء ده إيه؟ نقوص، بيرجع لأساليب توافقية قديمة. خلاص. والمثال طبعا بنقول إن الطفل اللي بيرجع للطباع الإرادي أو التلعثم في الكلام عند مولد طفل جديد، ده كده مثال اهوت. تمام. طيب كده احنا خلصنا علم النفس، وإن شاء الله تكون المراجعة دي مفيدة، ولو كانت مفيدة والفيديو مفيد يعني حتى لو كان كبير شوية معلش اصبر عليه بالصبر، ان شاء الله هتحل كويس ان شاء الله في الامتحان، لان دي كلها اسئله امتحانات. اتمنى بس تشتركوا في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه. وان شاء الله في مراجعه علم الاجتماع هتبقى كويسه جدا، وان شاء الله كمان في مراجعه الفلسفه والمنطق ان شاء الله هتبقى افضل من دي كمان.